السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإحنا إليكم مرة أخرى. الآن جاء دور الملوخية الورق. الآن حمينا الزيت، وهذه ملوخية الورق الآن حطيناها هنا، وهذا البصل المسلوق. طبعا نحط الملوخية الورق هنا ونقلبها بالزيت ونغطيها لين تدبل. إذا دبلت جبنا البصل المسلوق وحطينا عليه ثوم وحطينا عليه الكزبرة الناشفة وطحناها مع بعض وخلطناها مع بعض حتى يتسبك، وبعدين نجيب الكزبرة الخضراء ونحطها مع بعض، ولما برضه يتسبك مع بعض ونخليه لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق، وبعدين نحط عليها موية اللحمة ونخليها لمدة ما يقارب 12 دقيقة وتكون بالهنا والشفا لنا. الآن نبدأ نحط الملوخية. هذه الملوخية طبعا تشوفونها كثيرة، بس بعد شوي تلقاها خلاص انخفضت مرة واحدة. دائما نحرص ان نكون نقلبها عشان ايش؟ تنخفض. الان تشوفونها كيف مليانة. ونبدأ نقلب فيها. طبعا تاخذها الآن تقلايتها هي الآن